حالات هالايام البارده المرقوق، راح نسوي ان شاء الله مرقوق عجينه القرصان الرطبه. هذه تباع عند محلات القراصين. اللي ما عنده يقدر يسوي عجينه بر مع مويه وطحين ويكورها ويفردها فرد خفيف وعلى طول يحطها في القدر. زيت وبصل. نستخدم اي نوع لحم بس اهم شيء يكون بالعظم. كركم بهارات مشكله وقرفه وفلفل اسود وملح. الليمون الاسود حلو مع الطبخات الشعبيه. طماطم مخلوط مع معجون طماطم. استوى اللحمه الحين 3/4 استواء. ازيد المويه. بحط الفاصوليا، الباذنجان انا قطعته بهذا الشكل حلو العرق معه، والجزر، وخليه يطبخ. احط باقي الخضار، كوسه والقرع. طبخات البر حلوه، الاشياء الحلوه فيها القرع، الجزر طعمها يطلع رهيب. بصل كامل، اذا في بصل بلدي روعه بعد. قطعت 3 إلى 4 أقراص وقطعتها بهذا الشكل وبحطها على دفعات وبحط. هذه لوبيا جافة المفروض أحطها مع اللحم بس نسيتها، الحين بحطها بعدين سلقتها. بعض الناس يحط له المرقوق كشنة وحمسة أو زبدة، بس المرقوق بهذه الطريقة ما يحتاج أي إضافات. ما شاء الله اللحم مع البر مع الخضار طعم ما شاء الله تبارك الله يجنن، من الأكلات اللي نفتخر فيها من الخليج.